أول تعليق من والد سعد المجرد بعد الحكم بحبسه 6 سنوات. وصف الفنان البشير عبده والد الفنان سعد المجرد قرار المحكمة بالقاسي والغامض. ونشر البشير عبده عبر حسابه في موقع انستجرام صورة بتجمعه بسعد ووالدته الممثلة المغربية نزهة الركراكي، وكتب واصفاً الفترة الصعبة التي تعيشها الأسرة، حيث قال: حبايبنا في كل مكان، أود أن أعبر لكم عن حزني العميق وذهولي لما أصابني وزوجتي وعروستنا غيثة وكل أفراد أسرتنا لما أقدم عليه القضاء الفرنسي في حق ولدي الغالي سعد المجرد الذي لا يستحق هذا القرار القاسي الغامض، حيث أصبحنا هذه الأيام نعيش حياة صعبة جداً لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. دعواتكم لنا بالصبر والتحمل ريثما يأتي الفرج إن شاء الله. قضت محكمة الجنايات في باريس مساء الجمعة 24 فبراير بسجن الفنان المغربي سعد المجرد 6 سنوات لإدانته باغتصاب شابة وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016. وجاء الحكم على سعد بحبسه 6 سنوات بعدما وصلت لدى المحكمة ولجنة المحلفين المكونة من 7 أشخاص قناعة بالتهم المنسوبة لسعد المجرد حسب ما تناقلته وكالة الأنباء الفرنسية.